السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعاتي وحبيباتي فانزاتي متابعات بيتك هينور مع إيمان. أهلا وسهلا بيكم، شرفتوني ونورتوني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلوا عليه. حبايب قلبي الغاليين، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وفي أحسن حال يا رب العالمين. النهاردة إن شاء الله معانا روتين شتوي حلو قوي قوي قوي، جميل، كله طاقة إيجابية ودفى. بجد روتين هتستمتعي ان شاء الله بكل يعني ثانية وفسوة وكل حاجة فيه ان شاء الله يعني. عايزه اقول لكم النهارده بجد اليوم كان سبحان الله، كان الصبح حماده وقلب بعد كده حماده تاني خالص، يعني قلب على حماده تاني خالص. الجو الصبح كان دافي وحلو وجميل والشمس طالعه ولذيذه، فجاه هوب، سبحان الله سبحان الله سبحان الذي يغير ولا يتغير. بجد الجو اتقلب في ثانيه، سقعه وبرد وتكتكه. يعني لا، عايز بقى الجو ده اكله شتويه كده من الحاجات الحلوه اللي احنا عارفينها بتاعت الشتاء الجميله دي. طبعا بقى ايه قلقاس النهارده. والقيس هو كان عايز حلة محشي، للأمانة يعني اليوم ده كان عايز حلة محشي كرنب كده سخنة، يعني بصي ملهلبة كده، تنزل كده على الصينية مفرفرة. بصي هو كان عايز كده النهاردة، بس برضو القلقاس جميل وبيدفي، من اكلات الشتاء الجميله الحلوه قوي قوي اللي انا بحبها عن نفسي وبحب اعملها جدا في الشتاء. ما عملتش النهارده بصراحه محشي لان انا كنت بالظبط من يومين او 3 عامله محشي خاص، يا خرابي على جماله. بس ما صورتش طبعا. ان شاء الله الايام جايه كتير وهنصور مع بعض بقى محاشي كتير وحاجات جميله ان شاء الله، واوعدكم ان انا يعني على قد ما اقدر هحاول ان انا ما اتاخرش عنكم ابدا. ندخل في الروتين الجامد ده اللي كله حاجات جميله ده، يلا بينا. اول حاجه يا بنات عملتها، انا كنت مقشره القلقاس، وعشان حبايبنا الجداد معانا في القناه يا بنات بسم الله ما شاء الله، عدد جميل قوي دخل معانا القناه، اللهم بارك، اهلا وسهلا بيكم، شرفتوني ونورتوني. انا يا بنات ما بغسلش القلقاس، وكل متابعاتي على القناه عارفين انا بقشره، ممكن بمنديل مطبخ نضيف بتمسحيه من بره او بقماشه بيضه، بافته كده، او اي قماشه نظيفه عندك، فوطه مطبخ نظيفه ما استخدمتيهاش او بتستخدميها استخدامات نظيفه برضو، تمسحيها كويس قوي من بره، تبداي ان انت تقطعيه بس كده، ولا تغسلي ولا نقعي في ميه سخنه ولا ميه ساقعه ولا اي حاجه. بتحافظي على القلقاس بتاعك بكل خيره وكل فايدته، ما بيعملش بقى الماده اللي هي الهلاميه اللي فوقه دي ولا اي حاجه، بيبقى زي الفل. وانا وريتكم في الاول لونه تحفه، ابيض جدا، مش عليه اي شوائب خالص نهائي. طبعا الكميه كانت كبيره والله، رغم ان دول قلقاسيتين التين بس الكميه كانت يعني ما شاء الله فرد كتير. فبصراحه انا دلوقتي بقيت بعمل على قد الغدا بس، لان احنا او انا وعيلتي يعني واولادي وزوجي ما بناكلش اكل بايت ابدا. الاكل لو قعد تاني يوم مش عايزه اقول لكم ان هو هيترمي، هو طبعا مش هيترمي، انا عندي طيور بتاكل، عشان كده بعمل الاكل على قد بالظبط، لان احنا كل يوم على خير جديد، كل يوم على غدا جديد، كل يوم على اكل جديد، ما يعني الاكل لو بات ما بناكلوش ابدا. فبقيت اعمل على قد الغدا بس، فشلت كده طبخه برضو محترمه هحطها في الفريزر، اللي هو مش هتقعد كتير، انا مش هخزنه، اللي هو ممكن على اخر الاسبوع ولا حاجه، او بدايه الاسبوع الجديد اعمله وخلاص. معانا فرخه بقى حلوه كده جميله، عايز اقول لكم ان الفرخه دي بلدي لكن كبيره، مش بلدي، مش عتائي، مش الحمرا يا بنات، ولا البيض ولا البيضه اللي هي كبار في السن، لا دي فرخه بلدي لكن حجمها كبير، فرخه بربره كمان صغيره جدا، ما اخدتش 10 دقايق والله، ربع ساعه كانت ما شاء الله زبده على البوتاجاز، وكانت شربتها اسفه حلوه جدا. طبعا انا عشان اخد شويه شوربه كده حلوين عشان القلقاس بتاعي النهارده، وعشان كده اعمل شويه رز حبايه وحبايه بالشوربه. طب حطيت ايه بقى في الشوربه؟ حطيت بقى بصلايه كده قطعتها، وحطيت طماطمايه وقرن فلفل، ورقتين لوري، واربع فصوص حبهان، وفلفل اسود وملح، بس كده. الملح طبعا اخر حاجه واحنا بنملحها. عايزه اقول لك الشوربه دي وحطيت مكعب مرقه، لان طبعا انا عارفه ان هي الفرخه صغيره في السن، فممكن تبقى محتاجه حاجه تحفز الشوربه، بس والله هي كانت محفزه نفسها ما شاء الله عليها. بس برضو مكعب المرقه بيخلي معاكي الشوربه، بيديها كده قوام تاني، وبيديها بصراحه يعني بيخليها دسمه شويه، وبيديها كمان طعم حلو قوي قوي. فكده هي دي شويه الحاجات، البوكيه جرنيه اللي بحطه مع الحاجه وهي بتستلق، ممكن تحطي جزر، بس الجزر هيخلي الشوربه شويه مسكره. لا احنا طبعا عشان احنا عندنا الشوربه دي طبق رئيسي على الغدا، فلازم بهتم جدا بطبق الشوربه. على فكره الفرخه دي ممكن تتبليها لان هي صغيره في السن، تعملي لها بصله مفرومه كده على طماطم على حاجات كده، وتفرمي شويه حاجات بشويه توابل، وتدهنيها وتلفيها في ورق فويل، وتدخليها في الفرن وتسيبيها تستوي في الفرن. بس انتوا عارفين احنا عندنا الشوربه دي حاجه مقدسه مقدسه يا فندم. يعني لازم، حتى عبد الرحمن ابني الصغير لازم طبق الشوربه ده حاجه رئيسيه،
طالما في فراخ في لحمه بيحب الشوربه زي باباه، فلازم احط لهم كده يعني بولتين كده يعني شوربه على الغدا لازم. وكمان النهارده قلقاس، يعني شوربه لازم اساسي، النهارده لازم اعمل شوربه. والشوربه بصراحه كانت جميله، وهتشوفها معايا كمان في اخر الفيديو. على فكره في الفيديو هنا مش هنعمل غدا بس وهنعمل اكل بس، على فكره في حاجه هعملها معاكم النهارده وتجربه هعملها معاكم انا جربتها عن نفسي، وبصراحه كانت وفرت معايا جدا. اسمعي الفيديو ان شاء الله للاخر، وباذن الله هتعجبك الطريقه جدا جدا. يا بنات ما تنسوش اللايك، يلا عايزه لايكات كتير كتير كتير. كل الناس اللي بتحبني وكل الناس اللي بتحب تشجعني، انا متاكده ان هم بيحطوا لايك اصلا من غير انا ما اقول. لا عايزه بقى نولع الدنيا لايكات، وعايزه بجد لايكات كتيره جدا على الفيديو النهارده عشان ان شاء الله هيعجبكم جدا. عايزه اقول لكم ان انا اصلا كنت عامله روتين في البيت ومنظفه البيت قبل ما ادخل اطبخ ولا اعمل اي حاجه. حسيت بتكتكه وسقعه والجو قلب فجاه، قمت قفلت الشبابيك بجد كنت عامله روتين في الصاله ومنظفاها وكنسه ومظبطه الدنيا والدنيا زي الفل. بس حسيت ان الجو بقى برد كده، رحت قافله الشبابيك ومدفيه البيت، وبالمكنسه كده سريع سريع تاني رحت ماشيه كده على السجاد اللي هو بقى مكان الولاد دخلوا الولاد خرجوا، حد طلع راح الدرس رجع من الدرس. احنا كنا في وقت الظهريه ده، كنت انا علقت على الفراخ وخرطت الخضار زي ما انتم شفتوا، وكنت جهزت 3/4 الغدا بتاعي. قلت بقى لا، هو اوانها النهارده انها تتفرش، هو ده يوم الحافظه عشان تدفي كده البيت وتدينا كده ايه روح الدفى، وبجد روح الشتاء، او بجد والله العظيم. على فكره انا بحب الشتاء جدا انا من عشاق الشتاء يا جماعه. انا اتضح لي ان انا ما بحبش الصيف ابدا، بتخنق وبتعب ونفسيتي بتتعب وبحس بارهاق. لا بجد الشتاء حاجه جميله كده، لما تقفلي بيتك كده وتدفيه حاجه تانية. طبعا انا كنت طبعا عامله روتين ومنظفه والدنيا زي الفل، اللهم لك الحمد. النظافه لوحدها طاقه ايجابيه، كمان بقى نعلي الطاقه الايجابيه ونرش كده شويه معطر حلوين. المعطر دايما ما ترشيهوش في الهواء، لا، رشيه على الستاير، رشيه على الانتريهات بتاعتك، على الركنه بتاعتك، على الفرش عموما. انا كمان رشيت على الحافظه لانها كانت في الدولاب، فتحسبا لانها كانت مغسوله ونظيفه وزي الفل، وكنت عيناها في الدولاب بس كانت مركونه برضو مقفوله عليها بقالها من يعني من اخر الصيف، فقلت هرشها برضو بمعطر. وعشان الدنيا كده ملكوش دعوه خالص بالكلاكسات اللي جنبي مع اني مش قاعده على الشارع بيني وبينه، بس ما شاء الله صوت الكلاكس ما شاء الله اللهم بارك يعني. المهم خلصت الحمد لله، والبيت معايا نظيف وريحته جميله، وحاجه كده تخليكي نفسك مفتوحه، حتى انك تدخلي تعملي اكلك ونفسك مفتوحه، نفسك كده تبقى مفتوحه على الحياه كلها. التجربه بقى بتاعتي النهارده يا بنات انا جربتها الحقيقه الشهر اللي فات جيركن الصابون بتاعي كان فاضل فيه تقريبا نصه، فانا ما رضيتش ان انا اشتري صابون وانا عندي تقريبا نص الجيركن فيه صابون، فرحت شاريه ازازه صابون اللي هي الصابون العادي اللي بنجيبه من عند اي محل منظفات، الصابون العادي اللي هو مش ماركه ولا حاجه اللي بيعملوه على ايديهم ده. جبت ازازه ب5 جنيه ورحت فضيتها على الصابون اللي عندي، لان انا بحتاج جيركن كامل في الشهر، يعني انا ما يكفينيش نص جيركن ده، ما يكفينيش تمام. فرحت دلقاها عليه ورجيتهم كده وقلت يمشوني، لقيت نتيجه رهيبه، لقيت رغوه بسم الله ما شاء الله، لقيت الصابون عمل معايا كميه اللهم بارك، كفت معايا الشهر وفاضت للشهر اللي بعده، والله العظيم زي ما بقول لكم كده. فده الجيركن اللي انا جبته بقى الشهر ده تمام. اهو لسه فاتحاه قدامكم، لسه ما خدتش منه اي حاجه، وجبت جيركن تاني، ده بقى الجيركن بتاع الشهر اللي فات اللي خلص. بدات فضيت من الجيركن المليان، فضيت نصه في الجيركن التاني، يعني هعمل من جيركن صابون جيركنين صابون. طبعا اي نوع صابون انت بتستخدميه بقى، فيبا اي نوع بقى من الحاجات اللي انت بتستخدميها، بس يا جماعه فيبا عن تجربه خطير. انا من الناس اللي عندي اكزيما في ايدي بامانه، من ساعه ما استخدمته، وده من سنين طويله جدا، يمكن من 15 سنه يمكن من اكتر، ما اشتكيتش الحمد لله بفضل الله من اي اكزيما في ايديا، اللهم لك الحمد. كان دايما اقول للدكتور، الدكتور يقول لي لازم تلبسي جوانتي وانت بتغسلي مواعين، ايدك ما يجيش فيها منظفات، ما يجيش فيها اريال كلور الكلام ده كله، لكن ما شاء الله من ساعه ما استخدمت الفيبا وايدي ما شاء الله ما حصلش فيها اكزيما خالص، يمكن من سنين كمان، اللهم لك الحمد. فقسمت بقى كده ايه، بقول لكم بقى لايكات كتيره بقى للفكره الجهنميه دي، قسمت كده الجيركن معايا على يعني بقى الفيبا 2، قسمته على 2، وعلبه الصابون دي جايبها ب5 جنيه، بتجيبيها من عند اي محل منظفات، وقسمتها هي كمان على الجيركنين. هتبداي ترجي بقى علشان تخلطي النوع الكويس اللي هو الفيبا مع النوع اللي هو طبعا الانواع التانية دي ما تنفعش لوحدها، اولا مش هتديكي رغوه، لكن هو مع الفيبا هيديكي رغوه حلوه جدا، هيديكي جوده عاليه جدا، هيديكي نظافه حلوه جدا، وهيديكي توفير عالي جدا جدا. في ناس تقولي يعني هو جيركن الصابون مش مستاهل ده بحاجه و40،
او بحاجه و30، والله مستاهل. بصوا احنا اصحاب بيوت، وعندنا اولاد، وعندنا دروس، وعندنا ثانويه عامه وعندنا مصاريف. صدقيني لو هتوفري 10 جنيه ولادك وبيتك اولى بيها. هتقولي لي 10 جنيه يا شيخه، والله العظيم مستاهله. يعني انا لو بنتي هتاخدها وتروح بيها مدرستها او دروسها، هي اولى بيها. لو ابني هياخدها ويصرفها، هو اولى بيها. فكره جميله، وبجد مش مضمونه وحلوه قوي، وهتوفر معايا كده. هبقى عندي شهرين صابون، انا اشتريت شهر واحد هيكفي معايا، كمان الشهر الجاي مش هشتريه. وكل ده ب 35، يعني ب 35 الصابون، وبخمسه يا ب 40 جنيه. ب 40 جنيه. انا عارفه ان الصابون اللي فيه بقى اصلا في اماكن كتيره بال 40 جنيه، هو عندنا بس رخيص شويه عشان احنا المكان عندنا مش مدينه كبيره ولا حاجه، فبيبيعوا لنا بسعر الجمله، فبيدوني بسعر كويس. فكده ب 40 جنيه بقى عندي جركنين صابون هيكفيني شهرين. بجد يعني اللي تقدري توفري فيه وفري فيه لبيتك وولادك. لازم تكوني حكيمة في مصاريفك، ولازم تكوني قد مسؤوليتك، ولازم تعرفي يعني ازاي تمشي بيتك على قد امكانياتك. تمام. انا قلت فكره وعملتها وجربتها، قلت مش هستخسرها فيكم، ونعملها مع بعض النهارده ان شاء الله. خصوصا ان انا كمان كنت جايبه الصابون جديد، فقلت ان شاء الله اعمله معاكم باذن الله. خلصت كده الصابون بتاعي، قلت بقى نجهز الغدا، باقي الحاجات بقى اللي معانا. خلاص مش باقي غير ان انا طبعا القلقاس يا بنات سهل جدا، هم شويه شوربه سلقت، حطيت فيهم، سقطت فيهم القلقاس. شوربه طبعا تكون بتغلي غلى شويه. الخضار طبعا نسيت اقول لكم ان انا طبعا بعد ما نقيته ونقعته خرطته وحطيته في الخلاط. عايزه تحطيه تضربيه بشوربه ماشي، عايزه تضربيه بميه ماشي. باخد نصه احطه على القلقاس وهو بيغلي في الشوربه، والنص التاني كده بحطه في كوبايه، ويعني بفرم له تومه وبشوحها كويس، وبحطه عليها. شوحيها بزيت، شوحيها بسمنه. بس على فكره زي ما انتم عارفين انا دايما بحب اعمل الاكل بتاعي بزيت، بحس ان هو بيبقى خفيف كده على المعده وخفيف في الاكل. السمن يعني مش في كل حاجه بصراحه بحب ان انا ادخلها. المهم طبعا خلاص كده شوحت الخضار مع التومه ونزلته على القلقاس. اسهل حاجه يا بنات. بس صدقوني في ناس كتير ما بتعرفش تعمل القلقاس الاخضر ده. اغلب الناس بتعمل القلقاس الاحمر اللي هو بصلصه. لا بصراحه احنا بنحبه بالخضار، وخصوصا بالكزبره الخضراء. السلق طبعا حلو جدا معاه، بس السلق في رايي ان هو بيدي لون مش اكتر، لكن الطعم والريحه بتبقى في الكزبره الخضراء. دايما اقول لك حتى لو انت من الناس اللي بتحبي تعمليه بسلق، لازم يبقى معاكي ربطه او اتنين كزبره خضراء علشان تديكي ريحه وطعم جميله جدا. الفرخه بتاعتنا الكومبو يا بنات طلعت بقى من الشوربه، عايزه اقول لكم ما اخدتش وقت على النار خالص، حتى هي فلقت من بعضها من كتر ما استوت كويس جدا. صغيره كانت هي في السن، وما شاء الله عليها كانت حلوه قوي قوي. وعملت الخلطه بتاعتي بتاعت كل مره، وانتوا عارفين ان انا بقالي فتره كبيره ما بحمرش بصراحه. بحس كده الاكل صحي وخفيف ولذيذ قوي قوي. بعمل لها كده معلقتين صلصه على معلقتين زيت، وبهرها كده بفلفل اسود وملح، وخشي بقى عيشي حياتك في الفرن. بجد بتطلع لك شكل بقى وريحه وطعم، اللهم بارك. الحمد لله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوه. اللهم دمها علينا نعمه واحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. اتفضلوا معانا. بجد هو ده الاكل المصري الدافي اللي بيدفي بيوتنا، اللي بيدفي بطننا اللي بيشبعنا بصراحه يعني. هو ده الاكل اللي يرم العظم يا شيخ، والله العظيم بجد. طبعا الشوربه دي اساسي، وشايفين بقى بسم الله ما شاء الله الشوربه بتاعتها خطيره جدا جدا. وبجد الاكل كان طعمه حلو قوي، اللهم بارك. الحاجه اعمليها كده برضا، برضا نفس وبحب، هتطلع طعمها جميل. ولو بتاكلي ايه هتحسي ان انتي ملكتي الدنيا وما فيها. إيه والله يا بنات الرضا ده يعني نعمة كبيرة قوي، ربنا يا رب ينعم علينا بيها. إيه يا رب تكون طريقة القلقاس النهاردة عجبتكم للناس الجديدة اللي معانا في القناة، والفرخة الحلوة دي الجميلة دي تكون تكون عجبتكم. اتفضلوا معانا. طبعا عملت رز حبة وحبة بقى بالشوربة يا خرابي. بصوا انا مش هقول لكم حاجة، انتوا جربوا ودوقوا واحكموا. يا رب الروتين بتاعنا يكون عجبكم، وتكونوا كده قضيتوا معانا وقت حلو. وما تنسوناش بقى من اللايك والشير ودعوة حلوة من قلبكم. اشوفكم في فيديو جديد. دمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.